بص، انا معرفش انا صح ولا غلط، بس كل اللي انا عارفه ان اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي لازم يفتح دماغه شوية وهو بيتفرج على الفيديو. تعال اقول لك ازاي بكسب $2000 في 4 ساعات بس. سمعنا الجملة دي كم مرة من كم شخص؟ سمعنا جمل مبهرة اكتر من دي كمان من كم شخص؟ وازاي تزود ربحك وازاي تزود دخلك تخليه 20,000 جنيه في اسبوعين، وكلام زي ده كتير جدا. طبعا انتوا شفتوه وعارفينه وعارفين كمان مين الناس اللي بتقوله. طلبت منك تفتح مخك معايا كويس جدا لحد اخر الفيديو، وده عشان تفكر معايا لمدة حتى دقيقة اول ما تتفرج على الفيديو اللي انا بقولك عليه. هل الشخص اللي انت بتشوفه ليل نهار بيقولك ازاي تجيب دولارات وازاي تزود ربحك، هل فعلا الشخص ده انت شايف ان هو عمل كده؟ هل شكله واسلوب حياته ووقته اللي بيضيعه في الفيديوهات الصغيرة دي تقول ان ده شخص بيجيب 2000 و 3000 دولار في الساعة وفي الساعتين؟ انا عن نفسي كرامي بقولك لا، وركز معايا. مفيش حاجة هتقدر تجيب منها فلوس غير اللي انا بعمله وبس، ومش شرط في نفس المجال او بنفس الطريقة. في مجالات كتير جدا وطرق كتيرة جدا، ولكن قصدي هنا انا اقول لك مفيش حاجة بتجيب الفلوس غير السعي والاجتهاد والتجارة. ما كانش حد غلب ولا حد تاجر ولا حد نزل من الصبح ورجع لبيته بالليل، ولا كان حد شاف ايام صعبة لو كل الكلام اللي انت بتشوفه اونلاين ده صح. هي كل الحكاية بيكون مطلوب منه عدد ناس معينة يخشوا على اللينك اللي انت بتخش عليه، وكل تكة هو بياخد منها فلوس، لكن لا في دولارات بتاخدها ولا في اي حاجة من الكلام ده. عايز تجيب فلوس يبقى تجتهد، عايز تجيب فلوس يبقى تتاجر، عايز تجيب فلوس تفضل تسعى ورا حلمك لحد ما تحققه. مفيش اجمل من التجارة انك تجيب سلعة وتعيد بيعها بالربح بتاعك، ودي مش هتقدر تعملها على طول او مش هتقدر تنجح فيها على طول. محتاجة صبر ومحتاجة تعمل تسويق لنفسك كويس. انا لو هكلمك عليا هقولك ان انا حمودة ستور ابتدى اول حاجة ب2000 جنيه. دلوقتي حمودة ستور بيشحن لكل المحافظات وبيلف في مصر كلها تقريبا. في الاول كنت بوصل في اسكندرية بس، وبوصل بنفسي عشان استفاد بفلوس الشحن ليا. دلوقتي ما بصدش طبعا على الاوردرات، بقيت بوصل مع شركة شحن، وده مش سهل طبعا. خدته ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. معظم يومي شغال في التفكير وافكر فيديو جديد واروح اجيب البضاعة الارخص عشان انت تستفاد بالسعر، وبتعب نفسي في فيديوهات واضاءة ومونتاج، وده عشان بكسب حلال من التجارة. فالموضوع مش سهل انك بساعة وبساعتين بتجيب 2000 و 3000 دولار. كل الكلام ده عايزك تشيله من دماغك نهائي، وده عشان محدش يضحك عليك. وزي ما بقولك، لو انت وراك حلم افضل وراه وحققه من دلوقتي، عشان بعد سنة واتنين وتلاتة تفتخر بنفسك. وزي ما بقولك مفيش حاجة سهلة، كله صعب. اوعى تيأس. في بدايتي مش من اول مرة بعت، في بدايتي مش من اول مرة كسبت، في بدايتي مش من اول مرة اتشهرت واتعرفت وبقت الاوردرات بتطلب مني يوميا. هنزل لكم طبعا بالتفصيل بعد كده حاجات انتوا هتسألوها هرد عليكم فيها، ولكن كل اللي حابب اقوله لك انك لازم عشان تجيب فلوس تسعى وتجتهد وتتاجر بالحلال. وانسى خالص فكرة الدولارات و20,000 جنيه في اسبوعين، وخش على اللينك ده وفكك من الناس الفكسانة دي خالص. واشوفكم فيديو جديد. سلام.